السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد الرحمن ورجعت لكم بقصة جديدة. اسمعوني، شوفوا اول شيء ورب الكعبة اني بطلت اصور بكرسي، ورب الكعبة بطلت اصور بكرسي. الكرسي هذا اللي قاعد اصور فيه ورب الكعبة انه عور ظهري، واقسم بالله اني قاعد اصور كل ما اصور قصة اني اوجع ظهري. خلاص من بعد اليوم بتشوفوا كذا، جاي اصور لكم كذا. شفتوا كيف كذا؟ خلاص كرسي ما فيه، ظهري انغفس ظهري. كرسي بطلت اصور بكرسي. بعدين اذا جاتنا شوية فلوس نقدر نجيب كرسي جيمنج، احلى قصص بتكون. بسم الله نبدا القصة. لامين يامال، ومين منا ما يعرف لامين يامال، الشاب الموهوب اللي انفجر في سنة 2023 لين 2025 في مدة زمنية قصيرة. اللاعب الذي ساهم بفوزه في بطولة اليورو. فاليوم انا قررت اروي لكم قصته من طفولته الين ما صار واحد من افضل اللاعبين في التاريخ وبعمر 17 سنة. في سنة 2007 شهر 7 تاريخ 13 ولد بطل حلقتنا لامين يامال في مقاطعة كاتالونيا من اب مغربي وام من غينيا الاستوائية. لامين يامال من اول ما خلق وعاد صغير عمره 3 سنين كان يعشق كرة القدم، يحب كرة القدم بشكل مجنون. حصله من اول ما ولد جالس يظبط الحجار دوف 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 من اول ما ولد. يعني ولد عاشق لكرة القدم. يعني لو بتفتح قلب لامين يامال بتحصل كرة القدم هنا جوا قلبه. يعني ولد مبدع في مجال كرة القدم ولاعب اسطوري وفنان. يعني من هو طفل خلق من اجل كرة القدم. لامين يامال كبر شوية في العمر الين ما وصل عمره 5 سنين. عائلته قامت دخلته في احد اكاديمية كاتالونيا، وهذه الاكاديمية اللي دخل فيها كان اسمها اكاديمية لا توريتا الكتالونية. وعاد لا احكي لك، من اول ما دخل اكاديمية لا توريتا ظهر بقدرات جدا مرعبة واسطورية. كيف الطفل بعمر 5 سنين يقدم اداء جدا مبهر. وعلى فكرة الاطفال اللي كان يلعب هو اياهم كانوا اكبر منه تقريبا ب4 عوام 3 عوام. يعني كان هو عمره 5 سنين اللي يلعب معهم كان عمره من 9 سنوات، وكان يقدم اداء والله العظيم جدا مجنون. الاداء اللي كان يقدمه مع هذه الاكاديمية كان بالنسبة له كتمرين، ورب الكعبة كان بالنسبة له كتمرين قدام الجوال اللي قاعد يلعب معاهم هذول. يعني طفل صغير واطفال اللي يلعبوا في هذه الاكاديميه اكبر منه وجالس يلعب فيهم ويتسلي فيهم، ورب الكعبه كانه لاعب كبير. ومع ظهور كل هذا الاداء اللي جالس يقدمه لامين يامال مع اكاديميه لا توريتا لفت انتباه لاكبر اكاديميات كاتالونيا، واول من صادته كانت اكاديميه اللاماسيا، اكاديميه نادي برشلونه. متخيل معي يا عزيزي المشاهد طفل بعمر 5 سنوات تاخذها اكاديميه اللاماسيا؟ انا لما بقول لك انه انتقل من اكاديميه لاكاديميه، لا، من اول ظهور له مع اكاديميه لا توريتا ظهر بقدراته هذه اقسم بالله المرعبه مجنونه. على طول اكاديميه اللاماسيا شافته، بالله لامين يامال والله برشلونه هنا تحتاجك ورب الكعبه طالب فيه. وبالفعل اكاديميه اللاماسيا اخذته على طول بدون اي كلام. ومع اول ظهور له مع اكاديميه اللاماسيا طلع بقدرات ورب الكعبة مرعبة أكثر من اللعب اللي قاعد يلعبه مع أكاديمية لا توريتا. يعني طلع بقدرات ولعب مرعب ورب الكعبة كأنه لاعب عمره 25 يا أخي، كأنه ليونيل ميسي، ورب الكعبة أفضل من ليونيل ميسي. اللاعبين اللي قاعد يلعب معاهم والله رب الكعبة قاعد يخيط فيهم وشوارع يروحهم. وكان من أفضل الهدافين في أكاديمية اللاماسيا. لامين يامال لعب مع فريق برشلونة اللي عمرهم تحت 12 سنة، لعب 58 مباراة وسجل 138 هدف. يا عفو الله، لا 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 لا، رب الكعبة مو طبيعي، اقسم بالله لامين يامال مو طبيعي. تخيل معي لاعب بعمر 10 سنين قدم هذا الاداء مبهر، من صناعة اهداف، من تسديدات اهداف، من جلد الحراس، من كل شيء. يعني ال 138 هدف هذول اللي سجلهم اي في المباراة الواحدة، يعني يسجل من 2 الى 3 اهداف. مستوعبين في المباراة الواحدة 2 3 اهداف سجل. وهذا الاداء اللي كان يقدمه هو اللي خلاه يترقى بين فئات العمرية اللي بينه. بعد جهد طويل ولعب اسطوري واداء مبهر جدا، لامين يامال صعد للفريق الاول. تخيل معي يا عزيزي المشاهد شاب عمره 13 سنة يوصل الفريق الاول، يعني بيلعب معاهم دوري الابطال والسوبر الاسباني وكاس الملك. ولأول مرة المدرب تشافي يستدعيه لقائمة الفريق الأول، وهذا أول ظهور لامين يامال. بتاريخ 29/4 سنة 2023 ظهر لأول مرة بقميص النادي الكتالوني بمباراة كانت بين نادي ريال بيتيس ونادي برشلونة. لأول مرة هذه لامين يامال يلمس فيها أرضية الكامب نو، حيث دخل لامين يامال في الدقيقة 83 بديل لجافي، وفي ال11 دقيقة المتبقية من المباراة زي ما عودتكم لامين يامال من أول ما لمس أرضية الملعب كان بيسجل هدف لولا تألق الحارس، وكان بيصنع هدف لديمبلي لولا تعرقله في الكرة. متخيلين هذه اول مباراة لعبها وطلع بهذا الاداء. بعد ما انتهت المباراة طلع المدرب تشافي بهذا التصريح: لاعب يمكنه مساعدة برشلونة رغم صغر سنه، هو يشبه ميسي وفاتي في موهبتهم الفطرية، لا يبدو عليه انه في عمر ال15 عام. ارى فيه لي شخصيا انه موهوب وقوي ويملك شخصية، لذلك ساضمه للفريق الاول بدون خوف. اما لامين يامال صرح وقال: شعرت بالكثير بالمشاعر عندما دخلت ارضية الملعب، تأثرت عندما شاهدت الكامب نو، سعيد جدا لانني تمكنت
تمكنت من الوصول إلى هذا الرقم القياسي. أتمنى أن أكون قادر على تحقيق أرقام جيدة. أخبرني تشافي أن أكسب الثقة من أول تمريرة. حاولت أفعل ذلك وساعدني زملائي. وحاليا مش قصته، لامين يامال صار أغلى لاعب شاب بعمر 17 سنة بقيمة 150 مليون يورو. ومتخيلين على حسب صحيفة الموندو ليفرتيفا، إن شاء الله إني نطقتها صح، إنه نادي ريال مدريد يشتي التعاقد معاه. متخيلين أكبر نادي في العالم يريد التعاقد مع لامين يامال. وبس ما دام وصلت إلى هذه الدقيقة لا تنسى اللايك والاشتراك. كان معكم عبد الرحمن، وإن شاء الله انتظرونا إن شاء الله جدا قصص ومقاطع جدا أسطورية بتنزل لكم. خلوكم على الموعد. بيس اوت.